في مناسبة الإسراء كانت الناس معتادة انه كل ما جت مناسبة الإسراء يطلبوا الناس محاضرة في الإسراء، محاضرة. وكانت الناس اليوم يعني أنشط من اليوم، لا يبدو لأسباب كثيرة، ما كانش في فضائيات، ما كانش في إنترنت، ما كانش فكان الناس تهتم كثير في مناسبة الإسراء بمحاضرات. طيب هذه السنة أعطيناهم محاضرة في الإسراء، طب واللي بعدها شو بدك تقول؟ 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 بمعنى إنه هذه الآيات نظر فيها سنوات طويلة، سنوات طويلة اللي هي آيات سورة الإسراء. أذكر واحد مرة بيقول متى هذا اللي بيحصل إنها بتزول؟ متى؟ قلت أنا مش عارف، القرآن ما قال متى، القرآن ما قال إن متى، كيف بدنا نعرف يعني متى؟ لحد ما يوم سنة 1992 وقعت تحت ايدي محاضرة للأستاذ الراشد، والراشد مشهور، محمد أحمد الراشد، مش هيك؟ صاحب كتاب الرقائق والعوائق والمسار والمنطلق وصناعة الحياة، وله كتب كثيرة، عراقي هو. وهذا مش اسمه محمد أحمد الراشد يعني، المهم يعني قصدي في أسماء أحيانا مستعارة، المهم معروف الرجل الآن موجود أطال الله في عمره. طيب معطي محاضرة حول النظام العالمي الجديد، كانت طالعة موضوع النظام العالمي الجديد، وهذه المحاضرة مفرغة مكتوبة، فعم بقرأ في المحاضرة مفرغة، وإذا به بعطي مبشرات. الرجل شو بقول باختصار؟ إنه طبعا هو يبدو إنه في سنة 48 كان واعي، يعني ممكن يكون عمره 11 سنة أكثر أقل شوية. بقول إنه لما أعلن عن قيام دولة إسرائيل، بتعرفوا أعلن عن قيام دولة إسرائيل هون 15/5/1948، بقول كانت النجارة في بغداد، هذه الجارة إيش؟ يهودية كبيرة عجوز، فدخلت البيت عند أمي تبكي. طب فأمي بتقولها ليش أنت بتبكي واليهود فرحانين؟ اليهود فرحانين على إيش؟ على الدولة. فقال سمعتها بتقول لها إنه هذه الدولة وجدت لذبح اليهود، يعني معالها ذبح اليهود، وراح تدوم 76 سنة، راح تدوم 76 سنة. فأنا لفت انتباهي، قلت طب امرأة عجوز تقول هذه الدولة لذبح اليهود، تحليل سياسي، ممكن تحليل سياسي، مش هيك؟ هذه مؤامرة هيك، تحليل سياسي. لكن 76 معناته ممكن يكون في عندهم نبوءة الجماعة. طب وإذا عندهم الجماعة نبوءة احنا نصدق يعني؟ لا، لكن القرآن ايش يقول؟ وآتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فيفترض النبوءة وين تكون موجودة؟ في التوراة. ضروري تكون التوراة محرفة كلها، إذا تحرفت كلها معناته مش هي. شو معناته محرف؟ هو وفي عليه زيادة وفي منه نقصان، تمام؟ معناته ممكن نبوءة تكون موجودة وعندهم محللينها وعارفين انها راح تدوم سنة 76 سنة. قلت طيب ممتاز، احنا ما بنصدق اصلا بنبوءاتهم، ولكن ممكن يكون نبوءة صحيحة، لانه التوراة فيها صح، فيها حق وفيها باطل بشر، مش هيك؟ قلت اذا ممكن تكون هذه سامعة من الحاخامات. طب نفحص احنا، نفحص القرآن، اذا في القرآن موجود معناته بيستحق الامر الاستمرار. طيب اول نظرة في الموضوع ما يلي: 76 يفترض تكون قمري، 76 خلينا نصدقها اول شيء، 76 يعني قمري. ليش؟ لانهم هم بيتعاملوا بالشهر القمري، اليهود على فكرة بيتعاملوا بالشهر القمري، وكل 3 سنين بيضيفوا شهر مشان تظل السنة القمرية مع الشمسية، بحيث تيجي أعيادهم في المواسم، فبيعملوا إشي اسمه نسيء، بيلعبوا يعني برضو النسيء مشان مش زينا احنا رمضان بيجي بالصيف وبالشتاء وبالخريف لا، هم بيعملوا نسيء، كل 3 سنين بيضيفوا قمري، يعني 74
شمسي، يعني 74 شمسي، ما هو 76 قمري 74 شمسي تقريبا، تقريبي برضو. طيب طب كيف بدنا نعرف الآن؟ احنا بدنا نفحص في القرآن. بما انه كان قبل بسنتين في موضوع الاعجاز العددي طالع، معناته صار في خبرة في ايش؟ في العدد القرآني. اذا كان لابد من مقدمة معرفة الاعجاز العددي كمقدمة مشان نستطيع ندخل لهذا الكتاب اللي هو تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. اصلا هذا تعقيب عن النبوءة، وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب لاحظوا، اتوقف شوي واذكر موضوع سورة الكهف. قصة الكهف 18 آية في سورة الكهف، سبق قلنا انه السورة هي سورة 18 في ترتيب المصحف، وكم من آية قصة الكهف 18. طيب أم حسبت أن هي بداية القصة لعند قول الله ولبثوا في كهفهم. شو الجواب بعد ولبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9، يعني قديش؟ 309. عد الكلمات، أم حسبت أن حتى توصل ولبثوا في كهفهم، تتفاجأ إنه بعد كهفهم شو في؟ الكلمة رقم 309. الكلمة رقم 309 تأتي بعد كهفهم، معناته بعد كلمة بعد جملة ولبثوا في كهفهم شو بيجي؟ 300 سنين وازدادوا 9، وشو بيجي؟ الكلمة 309. فكان إذا هذا بدل على إنه ممكن مرات الكلمة ترمز إلى سنة، ممكن الكلمة ترمز إلى سنة. هايو 309 كلمة، 309 صدفة في القرآن. في شيء صدفة، هذا في كتابك أنت في صدفة، في الله كتاب الله كله مراد. يعلم الله ولا لا يعلم؟ يعلم. بيعلم في كتابه ولا ما بيعلمش؟ بيعلم. بيصدف في كتاب الله شيء؟ لا يصدف. كتبنا بيصدف؟ ممكن يصدف في كتبنا. طب ليش الله سبحانه وتعالى؟ على فكرة نظرنا في هذه المسألة هذه بالذات 309 ونتج عنها كتاب اسمه لتعلموا عدد السنين والحساب 309. لتعلموا عدد السنين والحساب 309. هذا الآن موجود الكتاب، نتج عن هذه الملاحظة لحالها، بس مش موضوعنا هذا الكتاب، مش موضوعنا هذا. قلت لنفسي خلينا نفحص في سورة الإسراء. قبل ما نفحص 1948 زائد 74 سنة 2022 شو كانت؟ على فكرة 1948 كانت 1367 هجري. 1367 1367 زائد 76 قمري 1443. إذن إسرائيل ممكن حسب هالعجوز اللي سامعة بتزول 2022 أو 1443. يعني ما هن أصلا 2022 بيلتقوا مع بعضهن، 2022 مع 1443 بيلتقوا أظن ب 209 يوم أصلا، يعني بيلتقوا بأكثر 2022، لأنه كل سنة ميلادية فيها سنتين قمريات، كل سنة في ميلادية فيها سنتين قمريات، مش هيك؟ حتما. ليش حتما؟ لأنه السنة القمرية أقل ب 11 يوم، فحتما كل سنة شمسية فيها سنتين قمريات. تمام؟ لكن هون 1443 و2022 بتلتقي بعدد كبير من الأيام. طيب 2022 1443. قلت ممتاز. لاحظوا الآن، لاحظوا الآن، قلت بدي أعد عدد الكلمات على ضوء تجربتي مع سورة الكهف. 309 كلمة، 309 سنة. بدي أعد من بداية وآتينا موسى الكتاب، بديت من النبوءة، وآتينا موسى الكتاب لآخر كلام في النبوءة اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا لكم إنه وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين، في البداية والنهاية، معناته من البداية إلى النهاية هاي في إشي. فبدأت أعد الكلمات، وقتها ما كانش يعني في برامج كمبيوتر تعد هذا الكلام سنة 92. وآتينا موسى الكتاب، وأنا بعد، انتبهوا الآن وهذا مهم، وأنا بعد كان في ذهني رقمين
او عددين يعني 2022 او 1443 يا الهجري يا الميلادي. عد. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، الآية 104. وإذا عدد الكلمات 1443. هاي أول قضية. انتبهتوا من وين مسكت المسألة؟ طب ما هو أنا قاعد بعد وفي ذهني رقمين، أنم رقمين 2022 1443، تيجي الصدفة يعني تعطيني 1443. طب هن رقمين بس، يا 2022 بعدين العدد كبير، احتمال الصدفة مش وارد، احتمال الصدفة مش وارد، عدد كبير. فإذا عدد الكلمات من أول بداية في النبوءة لعند آخر كلام في النبوءة قبل يعني بعدين بصير تعقيب على النبوءة 1443 كلمة. طيب، وموسى عليه السلام ايش يقول؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. خذوا من بعد هذه الآية، لأنه مين المقصود فيها الأرض المقدسة؟ فلسطين. في آية غيرها؟ فيش. خذوا من بعد هذه الآية 1443 آية، شو بكون؟ جئنا بكم لفيفا. إذا يلتقي هون 1443 آية بعد قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا مش هيك؟ خذ بعدها 1443 آية. إذا أنت في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وإذا الكلمة لفيفا هي الكلمة 1443. هون بدي أتوقف شوية صغيرة وأعطيكم فكرة التالية. البشرية كانت بتكتب بطريقة معقدة جدا في يوم من الأيام، حتى تم اكتشاف ما يسمى بالأبجدية، ولا يعد من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية. ليش؟ لما الصيني بكتب في 5000 حرف رمز يعني، والياباني زيه، وبقولوا الصينيين اختصروها في الأخير 1500. منيح ما أولادنا يعني يحفظوا 1500 رمز. والفراعنة كنت تشوفوا برسموا رسم، لحد ما جت فكرة عبقرية مين وراءها مش موضوعنا الآن، لكن أقل شيء تقديرها قبل الإسلام ب 1600 سنة أجا واحد وضع الأبجدية 28 حرف عربي. ال 28 حرف هذول أول من أخذهم عن العرب اليونان، واليونان لحد الآن شو بيقولوا؟ ألفا عن الألف، بيتا عن الباء، وعن الدال شو بيقولوا مثلا؟ دلتا. وعن الجيم أيوة. وعن اليونان أخذت كثير، إلى درجة إنه معظم الأبجديات اللي تشوفها أو كلها حتى اللي في العالم الآن مأخوذة عن العربي. والترتيب العربي موجود مثلا KLMN كاليمون، اللي بالانجليزي هاي KLMN شو هي؟ كاليمون. هذه مش بس موجودة في الانجليزي وكثير لغات مرتبة KLMN. QRST كورشات وكورست. AB أب. هذه من آثار إيش؟ الأخذ إيش؟ بما فيه العبري أخذين عنا. وأنا ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في ناس ما بدروش شو التاريخ ولا بيعرفوا تاريخ هذه المسائل، بقول لك هذا الأبجد هوز وكذا وما فيه من جمل، هذا من اليهود مأخوذ، من اليهود. هذا ما بتعرفوش شيء، مش قاريين شيء انتم ولا بتعرفوا تاريخ شيء أصلا. هذا كلام في الهواء. ناس ما بيعرفوش أصلا تاريخ، بيعرفوش تاريخ وبيعرفوش إنه العرب هم اللي وضعوا الأبجدية، وإنه كل أبجديات العالم مأخوذة عن العربية. اللي وضع الأبجدية هذا شو عمل؟ رتبها أبجد هوز حطي عند وين؟ سخر الضغ. وأجا شو عمل؟ رتبوهن ترتيب زي ما بتعرفون، والألف 1، الباء 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عند الياء.
بعد الياء شو قال؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تطلع القاف 100. بعدين 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. الغين ضغ غين 1000. هذا بسموه الآن حساب الجمل. اللي وضع الأبجدية هو اللي وضع الحساب. ليش؟ لأنها مكتملة الصورة. شو هو كيف مكتملة؟ من 1 ل9 آحاد، من 10 ل90 عشرات، من 100 ل900 مئات، ألوف، 1000. غين مكتملة. في حين في العبري مثلا، في العبري عند كرشت 400. شو ال 400 هاي؟ يعني كرشت ما هو أخذوها عنا. كل أكثر اللغات أخذتها عنا. أنا شفت 13 لغة بياخذ الأبجدية العربية بنفس القيم العددية، 1 2 3 لعند 10 20 30 بما في العبري. والعبري نفس الموضوع، بس تنتهي عند كرشت. كرشت شو هي؟ طب ال 400 هذه مش كاملة. وين الكمال؟ في العربي آحاد، عشرات، مئات، ألوف. هيك قصده. وإلنا دراسات ثانية في موضوع. فهذول الناس اللي يقولوا إنه هذه حساب الجمل هذا بسموه. شو اسمك مثلا؟ صبحي. الصاد 90 والباء 2 والحاء 8 والياء 10. هذا مجموعهم بسموه جمل صبحي. تمام؟ مجموعهم جمل كذا. طب ايش يعني الجمل؟ هم غالبا استخدموه في التاريخ. كانت الأبنية القديمة أو القبور القديمة إذا عليها مثلا قبور عليها أبيات شعر بيكون مؤرخة في عبارة. لو حسبت هذه العبارة بتعرف تاريخ الوفاة أو تاريخ بناية معينة في القدس. استخدموه في التاريخ. بعدين بعد الإسلام ناس ولدوا إشي جديد بعنيناش. احنا بدنا لما نزل القرآن شو كانت لغة العرب؟ كان الجمل من ضمن لغة العرب. وهم المخترعينه أصلا. واليوم الجمل بيستخدموه في الشعوذة وبيستخدموه في الأبراج وتفاصيل من هذا القبيل، وهذا بعنيناش. احنا بدنا الجمل ببساطته. لما طبقنا في القرآن قدمنا بالمقدمة التالية. لاحظوا انه طالما انه لما نزل القرآن بلسان عربي مبين، وطالما انه الجمل من اختراع العرب، وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل، معناته ممكن القرآن فيه. تفضلوا. واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل. فاللي بيقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود. في اكبر من هيك دليل لما يكون في القرآن موجود؟ شو يعني؟ يعني لو ورد حديث صحيح قال في القرآن جمل، بيكونش اقوى من انك تجد في القرآن مئات الامثلة في الجمل. لانك القرآن تستنطق القرآن موجود، نظام موجود، شاءوا ام ابوا موجود. انتبهتوا كيف؟ طب ليش جبت الجمل؟ لانه لفيفة قديش كان ترتيبها؟ قلنا 1443. فأخذت جمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فطلع في مفاجأة. المفاجأة ما يلي: يا إما بتقرأها قراءة حفص أو تقرأها قراءة ورش. طبعا احنا بنتكلم عن المكتوب مش المقروء. ورش شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا، مش جينا، جئنا بكم لفيفا. وحفص شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة. وهذا اللي بتفرق عن بعض همزة بس. والهمزة شو قيمتها؟ 1. لأنه في الأبجدية بيعطوا عفوا في الجمل بيعطوا الألف 1 والهمزة 1. عشان هيك 28 حرف. وفي الأبجد ألف باء تاء ثاء 29 لأنه بفرقوا بين الألف والهمزة. إذا الترتيب الألف باء تاء ثاء 29. ترتيب أبجد هوز 28 لأنهم بدمجوا بين الألف والهمزة في القيمة بعطوا كل واحد 1. فلما حسبت بقراءة ورش فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وإذا مجموع الجمل 2022. هي الصدفة الثانية. وإذا المجموع كم؟ عجيب. كلمة لفيفة، الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية 1443 من عند يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وتطلع لفيفة هي الكلمة 1443. ولفيفة هي اللي تكمل في الجمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022. طيب شو بعقب سبحانه وتعالى؟ وبالحق
أنزلناه وبالحق نزل. فسرناها هاي على فكرة فيها ايش معناها. طب ما دام بالحق نزل ليش بقول كان بكفي وبالحق أنزلناه؟ ليش هاي وبالحق نزل؟ ترجعوا لمحاضرات وعد الآخرة في تفصيل. طيب إذا كانت كلمة لفيفة الكلمة 1343، كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443، معناته وبالحق شو رقمها؟ قول وراي 1444 أنزلناه 1445 وبالحق 1446 نزل 1447، مجموع هذول 5782. شو هو ال 5782؟ هذا التاريخ العبري في 2022. هذا التاريخ العبري في 2022. لأنه إذا بدك تعرف دائما التاريخ العبري كيف بتعمل، سنة 1 ميلادي كانت 3760 3760 1 ميلادي 3760. الآن شو بتعمل؟ مثلا احنا ب 2013 بدك تعرف التاريخ العبري بتضيف 3760 زائد 2013 تعرف التاريخ العبري. طبعا بيغيروهم من وين؟ اخر 9 اول 10 بتغير الشهر. طيب العبري والهجري والميلادي يجتمعوا في حارة واحدة، معناته القضية تستحق البحث. هذه مش الدليل، هذا مش دليل، هذا مش دليل، هذا معناته القضية تستحق البحث. ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013 المعطيات الموجودة الآن لا بك فيها لا كتاب ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، كله بقول 2022، كله بقول مش 10 ملاحظات ولا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400 ومن القرآن. طبعا ما بيصلحش يعني هذا المقام بده شرح وتفاصيل، لكن انا الان بدي احاول ابسط بعض الامثله البسيطه، مش اني اشرح الموضوع. الان موجود 3 كتب في الموضوع، في كمان معطيات اكثر من 3 كتب كمان 3. المعطيات الموجوده بالتفاصيل كلها بتقول 2022، لانه بعض الناس بظن انه احنا نتنبأ بالغيب. لا، احنا نستقرأ القرآن فاندهشنا من موافقات، ما بنقدرش نقول 100% بيحصل. احنا ما بنقولش 100% بيحصل، احنا ملاحظين في القرآن اللي هو تفصيل، وكل شيء فصلناه تفصيلا موجود بشكل مدهش. كن قال لك انت بتتنبأ بالغيب، هذا نوع من السذاجة. احنا نتنبأ بالغيب ولا بنستنطق القرآن؟ الآن يقولون لنا شو معنى هذه الأنظمة في القرآن نفسه؟ إيه كيف موجودة؟ مثلا لم نترك ولا احتمال عقلي إلا مارسناه منها، وهذا اللي بدي أقوله طبعا مش موجود في الكتب، يعني بقصد بعدين أجت ولحد اليوم بيجي، لحد اليوم وامبارح. لاحظوا لما بقول لحد اليوم هذا صحيح، يعني اليوم كان في معطيات طبعا، وامبارح كان في معطيات، كل ما بحثت في معطيات بتأكد الموضوع. شوفوا الآية 1 في سورة البقرة شو ترتيبها في المصحف؟ 8. ليش؟ 7 الفاتحة 1. الآية 10 في البقرة شو ترتيبها؟ 18. 7 مش هيك؟ 17 7 و10 17. حتى 18 من وين جبتها؟ طيب المهم، فقلنا بعد ما كان عندنا ابحاث كثيره تكتشف انه كل ايه لها موقع. يعني مثلا الايه 19 من سوره مريم لابد تكون 2269 ترتيبها في المصحف، وراها بحث كامل. هاي الايه 25 الحديد، هذه الايه 5100 في المصحف، وراها بحث كامل. الايه 27 الحج لازم تكون 2622، وراها عجائب. اذا لها اكثر من ترتيب الايه في المصحف. طيب الايه اللي تساوي جمل المسجد الاقصى، انتم بتلاحظوا القران تكتب في مسجد الاقصى ايش؟ الاقصى الف، هذه قيمتها 1، ولو كتبت مكسوره
يعني كتبت ياء، هذه قيمتها 10، هي مكتوب الأقصى. شو جملها؟ 361. فقلنا بدنا نروح للآية 361 في المصحف ونشوف شو علاقة جملها بالفتوحات الثلاث. أني ثلاث؟ 636 عمر بن الخطاب وكانت 15 هجري، 1187 صلاح الدين وكانت 583 هجري، و2022 بتكون 1443 إن حصل. تمام؟ في سنتين بنعرفهن وواحدة بنعرفهاش. وإذا جمل الآية 361 التي تساوي جمل المسجد الأقصى، جملها مجموع الأعداد التالية: 636 فتح عمر، 1187، 2022. ممتاز. على طول رحنا لوين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شو أخذنا بعدها؟ بعد هذه الآية 361 آية المسجد الأقصى، 636 فتح عمر، 1187 فتح صلاح الدين، لآخر المصحف قديش بقي؟ قولوا أنتوا. 2022. هذه ملاحظة واحدة، انتبهتوا؟ 2022 بتكرر. طيب انتوا بتعرفوا على فكرة صحيح الآية اللي قرأت لكم إياها، هاي اللي قرأتها: وجعلنا الليل والنهار آيتين. شو ترتيبها في المصحف؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، اللي تعقيب على النبوءة. شو ترتيبها في المصحف؟ اجمع الأرقام التالية: 15 فتح عمر، 583 فتح صلاح الدين، 1443. مجموع هدول هو ترتيب الآية: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ترتيبها في المصحف الفتوحات بالهجري: 15، 583، 1443. طيب الكلمة 301، عفوا لاحظوا، الكلمة 361 في سورة الإسراء. الكلمة 361 في سورة الإسراء. شو يعني 361؟ المسجد الأقصى. الكلمة 1063 في سورة الإسراء. شو 1063؟ الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كل واحدة من هدول شو علاقتها بجملها؟ نيجي للأولى، الكلمة 361 اللي هي في داخل سورة الإسراء. شو هي؟ تبذر. شو جملها؟ 1302. 1302 ايش هو 1302؟ 1302 هو الذي باركنا حوله فلسطين. معناته ترتيب الكلمة 361 مع جملها المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين. طب كلمة 1063 الذي باركنا حوله شو جملها؟ جملها يساوي الفتحين 15 583 مع بعضهم. شو يساوين؟ 1443 هجري، جمل هجري. طيب ناخذ من نهاية المصحف، من نهاية السورة، من نهاية سورة الإسراء، الكلمة 361 من عد الكلمات من النهاية، من نهاية سورة الإسراء. شو بيطلع ترتيبها؟ 1196. شو هو 1196 هجري؟ فتح صلاح الدين. مشهور انه صلاح الدين وانت فتح 27 رجب 27/7 583 هجري لما اخذتها بالعكس. طيب لما ناخذ هذيك بالعكس بعدين اخذنا كلمة ثالثة في داخل سورة الإسراء. وعلى فكرة هذا بحث هائل اللي هو شو هي الكلمة الثالثة؟ 1424. شو هو 1424؟ مجموع المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الكلمة هاي ترتيبها مع جملها له علاقة ولا؟ بيطلعوا الفتوحات كلها، كل الفتوحات، فتح عمر، فتح صلاح الدين، الفتح اللي جاي ميلادي وهجري، الكلمات الثلاث هاي. واحيانا بالتفصيل لانه الفتح الوحيد اللي بنعرفه بيومه هو فتح صلاح الدين. ولعلمكم اليوم اللي دخل فيه صلاح الدين اللي بنعرفه 100% كان يوم جمعة، 100% بنعرفه كان يوم جمعة 27/7 583 هجري 1187. عارفين شو مجموع هذا؟ كمان مرة 27/7 583 هجري 1187. عارفين مجموع هذا كم؟ 2022. يعني صلاح الدين وهو يدخل كان يحدد 2022، وهو يدخل كان يحدد 2022.
صلاح الدين الايوبي من سنة 636 ل 1187 551 سنة. طب من 1187 ل 2022 كم؟ 835 سنة. الفترة الأولى 551، الثانية 835، الثانية زادت عن الأولى كم؟ زادت 284. شو 284؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي دخل يوم جمعة 12/1187 ميلادي، الجمعة 12/1187 ميلادي، المجموع 1443 بشكل تفصيلي. بمعنى لاحظوا 636 1187 2022 شو علاقتهن ب 15 و583 و1443؟ يعني يخصم هدول من هدول، شو بضل؟ المسجد الاقصى 1443. طب المسجد الاقصى 1443 ضيف له كلمة هجري بصير 2022. شوفوا 50 60 ساعة وانتوا تسمعوا مثل هذا الكلام كله، بيعطيك تفاصيل الفتوحات كلها بالتفصيل والاسماء. لكن بعض الناس 100% هالكلام. طبعا هذا انا شو قصدت اليوم اختم بهذا، لانه كثير ناس بيقولوا منين بنجيب 2022 منين بتجيب؟ لو لاحظوا فقط اعطي مثال واحد، احنا مترجمين كتاب 2022 قبل تطويره، يعني هو بسيط وساذج، قبل تطويره مترجمينه الانجليزيه لانه الان تضخم كثير. مترجمينه الانجليزي. واحد بعت لنا رساله يوم من الايام بيقول انا اسمي توم، عمري في الستينات، متقاعد كاثوليكي امريكي، بعد احداث سبتمبر دخلت على الانترنت فقرأت كتاب الارهاصات في الاعجاز العددي، الارهاصات. قال انا متأكد الان بعد ما قرأ كتاب الارهاصات بالانجليزي برضو، انا متأكد انه القرآن هو كلمة الله. طيب رد كرر الكتاب، احنا مترجمين كتاب 2022 بالانجليزي برضو موجود على الصفحة، الكتاب بسيط. بقول انت كيف بتقول، انا مسميه الكتاب هيك، زوال اسرائيل 2022 ميلادي نبوءة ام صدف رقمية؟ هل هو تفسير للنبوءة القرآنية ام مصادفات رقمية؟ انا بدريش. جوا الكتاب بقول لا اقول انها نبوءة ولا اقول انها ستحصل. ريتشارد توم عفوا، هذا توم بجوز جده ريتشارد، توم بيبعت يقول كيف انت بتقول مصادفة؟ هذا بصدفش، هذا بصدفش. بعد ما قرأ، وشو قرأ؟ قرأ البحث لما كان في بداياته 1992 93 طبعا هذا البدايات، لكن من يوم هذا اليوم معطيات هائلة كافية لو بفهمها اكبر ملحد عنده انصاف على طول بيعرف انه هذا كلام الله. برد اقول اولا احنا مش بنقول 100%. ناس سألوني يعني قديش الاحتمالات؟ والله 95 96 97% 98% بس، اما بقولش 99 100%. ليش؟ في عندك اشي مذهل بده تفسير. اذا ما حصلتش ولعلمكم كل المتغيرات اللي بتحصل الان على مستوى العالمي والهزات الاقتصادية اللي بدت وتجربة الغرب لكل قواه في افغانستان والعراق وغيرها، واللي بيحصل الان هذه مقدمات كانت منتظرة ولكن مش عارفين كيف. فلذلك القضية يبدو مش مطولة، بس مش تركنوا 100%، مش تركنوا 100%.